نعم أنت صادق يا نتنياهو، ما تزعلوا مني الغزاويين، هسه راح أثبت لكم أنه صادق. أولا جمعني بهذا النتن، تشاركنا بمكان، المخابرات الإسرائيلية بتعرف عن هذا المكان، وأقول لكم وين هذا المكان. وذكر النتن إياهو اللي هو ما راح يسمع رسالتي هذه، بس راح تسمعها المخابرات تبعته. لما اشتركنا أنا وياه بمكان اللي هو في الجامعة في كندا في مونتريال، عندما طردوه الطلبة وسكروا الجامعة واحتجوا، ومنع من إلقاء الكلمة في المسرح في الجامعة في مونتريال كندا. وفضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله، نفس المكان نفس المسرح سمح لي بساعة كاملة بإلقاء كلمة في عشاء خيري. فلذلك احنا اشتركنا أنا وياك في هذا المكان يا نتن ياهو. وذكرك بشغلة، انت صادق بنيتك السيئة انك بدك تجعل غزة deserted island، يعني جزيرة مهجورة، ولكن خسئت أن تجعلها جزيرة مهجورة. أنا أقول لك شو معنات جزيرة مهجورة، معناته ستقتل الأطفال والنساء وكبار السن، وتزيد في الإجرام وتكرر الإجرام. وأقول لك يا نتن، هذه لحيتي استعملها كمكنسة كهربائية لتكنس وسخ وجهك وعفن وجهك، إذا استطعت أن تعمل وتجعل غزة جزيرة مهجورة. لو استطعت، أو لو كان حدا يستطيع لاستطاع المعفن شارون واللي قبله جولدا مائير اللي معفنة قاتلكم الله أن تؤفكون. فلذلك يا غبي، سعر السلام وسعر التفاهم أقل بكثير من سعر الحرب، ولكن التكبر والتجبر تبعكم والظلم هذا اللي قادكم إلى أنك تقول ستجعل غزة. هذه على فكرة الكلمة استفزت أمي بقبرها وأبوي في قبره الله يرحمهم. تجعل غزة deserted island. صحيح أنت صادق يا لعين، أنت صادق أنك هذه نيتك، طيب، ولكن خسئت. والله حاشا لله أن يمكنك من هذه النية العفنة القذرة السيئة الخبيثة. طيب، لأن أقول لك شغلة مهمة جدا، لا مخابراتك ولا حدا ولا مسلمين ولا حدا ولا فلسطينيين عرفوا بهذا العمل اللي انكب على راسكم. طيب، فبدك تدفع الثمن الأطفال والنساء والرجال اللي هم غافلين، ما حدا بيعرف. صحيح أنا حضرت الأمر على الهواء مباشرة قبل ما نزل في الجريدة في الجزيرة، لأن صديقي قاعد بيكلم بابنه بغزة وبقول لي يابا صواريخ، فكر الصواريخ جاية من وجهك اللي معفن، صواريخ يابا. فقال له يابا خلص لا تروح على المدرسة. فما بيعرفوا، ما عندهم خبر، ما حدا يجي أخذ توقيع أهل غزة يقول لهم إحنا بدنا نعمل هيك وهيك بالنتنياهو، ما حدا. طيب، فأنت بدك تدفع المدنيين والأبرياء والنساء والعزل والأطفال، بدك تدفعهم الثمر، تجعلها جزيرة مهجورة. القتل اللي فعلته في هذه الأيام 2-3 الماضية، طيب، الله سبحانه وتعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثم أذكرك بشغلة يا نتن ياهو، أن نؤمن إيمان شديد، إن كان طفل إن كان مرة إن كان رجل، مين ما كان، تقتلوه وتقتحموه، الشهيد يحس فقط حتى لو كان مدمر مقطع كإبرة، ومن أول قطرة دم تغفر كل ذنوبه أو كل ذنوبها. فلذلك أنت قاعد تبعتهم إكسبرس على الجنة. فيا نتن، يا ابن النتن، أكرم الله السامع، ولكم سعر. إحنا رجال الأمن والسلام، إحنا the peacemakers، عمال السلام. أنتوا بتصعبوا علينا شغلتنا. طيب، أسهل بكثير السلام، أسهل بكثير عدم الظلم من الإجرام والحرب والأمور هذه. فلذلك أذكرك كيف أنك انخزيت عندنا في كندا في مونتريال عندما طردت ومنعت، والحمد لله تشرفت أنا بكلمة بأكثر من ساعة، فضل الله سبحانه وتعالى، نفس المسرح تبعك.
نفس البوديوم المنبر تبعك، فضل الله سبحانه وتعالى منعت وطردت. فيا نتن، عندما تقول تجعل غزة deserted island، جزيرة مهجورة، صدقت. هذه نيتك العفنة، هذه نيتك الإجرامية، ولكن حاشا لله أن يمكنك. لأن غزة العزة لا تعني أنها وأنكم أنها يعني هيك سايبة. إلها رب، ورب الكعبة غزة إلها رب. ولك يا مجنون بدي أقول لك كلمة، طيب أنا ما إلي بالسياسة، صدقا أنا ما إلي بالسياسة، طيب رغم أن قد تعتبر أن هذه كلمة سياسية، أنا ما إلي بالسياسة. والله لن أقابل، والله أقسم بالله كل حياتي ما قابلت واحد قال عن نفسه حماس. بس أقول لك شغلة، تعرف من مين تخافوا؟ خافوا من امرأة ظلمتوها، قتلتوا أولادها أو جرحتوها، خافوا لما ترفع ايدها إلى الله. وعلى فكرة هذه المرأة قد لا تكون فلسطينية أو غزاوية، قد تكون سورية مستجابة الدعوة، قد تكون لبنانية، قد تكون عراقية، قد يكون الطفل هذا اللي حرمتوه من أمه وأبوه، وربنا يقول لأنصرنك ولا بعد حين. فيا خايب، عندك الطائرات تقصف، وقصفتوا. طيب قصفتوا مين؟ قصفتوا مين يقصف عمركم؟ قصفتوا مين؟ قصفتوا العزل، قصفتوا الأطفال والنساء والرجال اللي ما عندهم خبر بهذه العملية، ما عندهم، ما حد أخذ توقيعهم وموافقتهم. فلذلك إذا نسيت كل كلامي هذا، أنت وأمثالك ومن معك ومخابراتك، ذكروا بس كلمة واحدة: فلسطين إسلامية، فلسطين. المسيحيين الفلسطينيين على فكرة بيشرفوا كل عشيرتك، لأن المسيح الفلسطيني على فكرة فيه خير عظيم جدا جدا. فتذكر فلسطين، شوف فلسطين اسمها فلسطين، والله وأقسم بالله وأنت إن شاء الله تكون إن شاء الله في نار جهنم. طيب فلسطين ستكون مع أحفادنا ومع أولادهم وغيرهم وغيراتهم. فشغل هذا المخ العفن، مخك، طيب شغله وتذكر إن وعود الله حق. تذكر وعود الله حق. تذكر اللي تخرجوا هسه، اللي تخرجوا من غزة إلى الجنة، اللي قصفتهم وقتلتهم وقطعتهم، تخرجوا graduated من غزة إلى الجنة. تذكر إن إلهم رب. والله الذي يسمع ويرى، إن الله بالمرصاد. آخر شيء أحييك، قاتلك الله.